مع احترامي ليها ما عندي معها حتى شي مشكل، لا هي ولا هذاك السط اللي معاها اللي قال لك دايرين العرس. شوفوا هما اصلا هذا هو الهدف ديالهم، الهدف ديالهم هو انهم يهضروا عليهم الناس ويديروا البوز، ولكن ماشي بهذه الطريقه يضحكوا على الناس. كل مره كيطلعوا جوج يديروا راسهم مزوجين، زاد يتعاطاو، يطلعوا الكونطات يقلبوها اشهارات. وشحال من واحد اللي كتلقاه شاد مزوج بوحده حاشاكم، اللي كتلقى واحد مبنت مزوج بوحده خارجه الطريق، كتلقى واحد مشوه مزوج بوحده مشوهه، وما كاين لا زواج لا والو، هي فقط تضارب مصالح، كل واحد كيقلب على المصلحه ديالو. فهاد اللي مع شيماء دابا مسكينه اول حاجه نهار العرس جا هو امو وباه يمكن اللي جاو، ما كاين لا عمامو لا خوالو لا خوالاتو لا والو، الا شيماء جابت العائله ديالها كامله مسكينه، صحاب لها راه بصح عرس. يا الهبيله، زعما انت كتقولي قاريه وانتيليجنت وما خليتي فين مشيتي، سافرتي تعرفتي على ناس ثقافات، انت كنتي لاسين وكان صبرتي وكان درتي شي عرس بحال يومي، وطيحي في شي راجل بحال الراجل ديال اليوم يكون ارشي ملياردير، ماشي طيحي مع واحد كاري طوموبيل، مع واحد كان كيتصيفط التصاور ديال حجرو صوفيا طالوني الله يرحمها وما بغاتش، حيت مسكينه ملي كانت كتواصل معاه في ذاك الوقت، نهار قالت ليه ايوا اجي عندي لتركيا كانت بتشهاتو، قال لها قطعي لي التيكي اللي قالت صوفيا طالوني. ناضت صوفيا طالوني قالت ليه لا خويا اسمح لي، قطعت مع العلاقه. السيد كما نقول لكم ما كاين لا زواج لا فتحه لا عدول لا ضرب صداق لا والو. جاو بالنهار شيماء جابت العائله ديالها كامله، هو جاب غير مو باه، ما كاين لا ماكله بالجوع والنوع، نقافه والقاع وداكشي كولابوراسيون من غير هذوك اللي غناو وهذوك اللي هزوا اللي عطاو لهم 50%. دونك هذا ماشي عرس. ثاني حاجه الراجل اللي تيكون ملياردير ما تيكريش طوموبيل،